السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام يوسف من مطبخ اكلات على قد الايد. النهارده جايبه لكم اكله زي ما بيقولوا كده، اكله المستعجلين، اللي هو انا جعانه في 10 دقايق ممكن احضر وجبه مشبعه وكمان لذيذه، حاجه كده على قد الايد. يلا بينا. بس قبل ما نبدا عايزه افكر حبايبنا ما ينسوش يعملوا لايك ويشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ ونشوف وصفتنا مقاديرها ايه. معانا نص كيلو بس من البطاطس، قشرناها وغسلناها وقطعناها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنحتاج ايه كمان معاها؟ هنحتاج بقدونس مفروم، وهنحتاج ملح وفلفل وكمون، وحوالي 3 فصوص من الثوم. وتعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه. طبعا يا جماعة ما ننساش ان البطاطس بتاعتنا مسلوقة 3/4 سلقة، مسلوقة 3/4 سلقة، خلوا بالكم مش مسلوقة سلقة كاملة، لا 3/4 سلقة. يلا بينا. حطينا على النار صينية وحطينا عليها معلقة من السمنة بالشكل ده كده. هنقلب بالراحة، طبعا هنقلب بالراحة جدا عشان البطاطس بتاعتنا ما تتهريش بالشكل ده، لحد ما البطاطس بتاعتنا تشرب من السمنة. انا عايزة البطاطس تتغلف كلها من السمنة. صدقوني يا جماعة وصفة ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم جدا، لذيذة ومشبعة وكمان سهلة قوي. اي حد ممكن يعملها، حتى بنوتة ممكن تعملها 12 13 سنة هتدخل المطبخ وتعملها في منتهى السهولة. وهنا البطاطس بتاعتنا اتغلفت تماما من السمنة. عملنا حفرة كده صغيرة ونزلنا عليهم ال3 فصوص توم، ونقلب كده التوم معانا بالراحة. طلع بقى ريحته الحلوة كده معانا، ونقلبها كلها مع بعضيها لحد ما تاخد من طعم وريحة التوم. ننزل بقى بالتوابل الحلوة بتاعتنا. معانا ايه؟ معانا ملح وكمون وفلفل اسود زي ما اتفقنا، يعني حاجة بسيطة جدا. مقاديرنا سهلة وبسيطة ان شاء الله، وكلها على قد ايدينا، كلها موجودة في البيت. وهنا بصوا كده البطاطس بتاعتنا اتشوحت كويس على النار بالتوابل بتاعتنا ومع الثوم كده يا جماعة، تقريبا جهزت. ويلا بينا بقى علشان نقدمها. فاضل تكاية بقى صغيرة، اللي هي ايه؟ اللي هي البقدونس، او ممكن نستبدل كمان البقدونس بالكزبرة الخضراء، مش فارقة كتير، الاتنين طعمين وان شاء الله هيعجبوكم. ونحط كده شوية بقدونس حلوين على الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده خلصت اكلتنا. بتمنى تكون عجبتكم. متنسوش بقى تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي.